السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة المالكي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعلم مع بعض أكلة جديدة هي متبل الخضار. عندي المكونات موجودة قدامكم هون. رح نحتاج 4 حبات باذنجان، ورح نحتاج 4 حبات بطاطس، وعندي اللبن، الثوم حسب الرغبة، وعندي 4 حبات طماطم، و3 معالق طحينة، وعندي الملح كمان حسب الرغبة. هلا بنبلش بتحضير اللبن. اول مرحلة بنضيف الطحين، ونضيف الثوم، ونخلطهم بشكل جيد. وهلأ بعد ما حضرت اللبن رح اقطع الخضار. طبعا الباذنجان انا ما قشرته، اللي بيحب يقشره يقشره بس. نقطع الباذنجان بهذا الشكل. وبعد ما قطعت الباذنجان هلا بقطع البطاطا بالشكل التالي. وهلأ بعد ما قطعنا الخضرة ننتقل مع بعض لمرحلة القلي. وهلأ بعد ما حمينا الزيت بنضيف أول شي البطاطس، وهلأ بعد ما أضفت البطاطس بستناها لتحمر، بعدين بطلعها وبضيف الباذنجان. وهلأ بعد ما احمرت البطاطس بنطلعها وبنضيف الباذنجان. وهلأ بعد ما طلعنا البطاطس بنضيف الباذنجان. ونستناهم ليحمروا وبنطلعهم.
وهلا بعد ما احمر الباذنجان بنطلعه. وهلا بعد ما صارت الخضرة معنا جاهزة نضيف لها الملح، حركها بشكل جيد ليوصل الملح لكل القطع. بعد ما اضفت الملح بتركها لتبرد شوي، بعدين بضيف لها اللبن. وهلا بعد ما بردت الخضرة معي بضيف لها اللبن. حركها بشكل جيد. هذا هو الشكل النهائي اللي طبقنا لهذا اليوم، وألف صحة وهنا، وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.